فعلا 30 يوم بالعمر كله. ايه قصه بقى الاغنيه الحلوه دي؟ الاغنيه الحلوه ان الاستاذ عصام فوزي الشاعر كان قابل حد يعني صديقي وصديقي ده صحفي يعني اسمه الاستاذ اسلام شريدح. وبعدين قال له انا في ملحن جميل قوي نفسي تقابله وكده. قال له اسمه ايه؟ قال له اسمه محمد وحيد. طبعا عصام يعرفني بقى من 6 سنين مثلا، بس ما تعاملناش مع بعض، بس احنا يعني في هيئه كده معينه جمعانا اللي هي هيئه سفراء السلام يعني وكده. وانا فيها في اللجنه الفنيه يعني. فالمهم قال له ايه، طب انا عايز اشوفه. انا كنت بفطر عند احد الاشقاء العرب يعني وكده في رمضان، فجه الاستاذ عصام فوزي مسيحي مصري بس هو نفسه يكتب حاجه لرمضان وبيحب رمضان. واحنا ساعات نفطر جوه الكنيسه عادي يعني. احنا احنا هنا محبه طبعا يعني، دي بلد المحبه وبلد يعني ما فيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي. فالمهم جه خدنا بعض بالحضن. الراجل استغرب قال انت مش قلت ما اعرفوش؟ قال له ده حبيبي بقاله بقالنا فتره وانا نفسي اقابله فعلا ونتعامل مع بعض في حاجه. فبقول له ايه، وحشني بجد يا عصوم. فقال لي وحشني بجد يا عصوم، طب سيبوني شويه. وراح داخل البلكون وراح كتب ايه، وحشني بجد اصوم. الله على وحشني بجد أيوه. عصوم. وراح جايبها لي قال لي ايه، خد راح حطها لي ايه كده، قال لي امسك العود لحن دي. قلت له ايه ده؟ قال لي وحشني بجد اصوم وكمان قال لي شوف بقالي سنتين بدور على كلمه يعني ابدا بيها اعمل بيها الله. فانا قلت له طب تعالى ايه نشقلب، نبدا نقول 30 يوم من اجمل ايام عمري، نبدا بدي يعني. دي كانت السينيو او المرجع بتاعنا في الغنوه. لكن كانت الغنوه اولها وحشني بجد اصوم. فانا يعني قلبت لا بس اغنيه الأبيات جميله وطالعه كده بروح ولحنتها في حلوه نفس قوي. التايم بالظبط يعني. يعني على طول طلعت بشكل تلقائي. وطبعا جوه الجو الروحاني الحلو بتاع رمضان طبعا لقيتها طلعت كده تلقائيا، ما اعرفش ايه. والتيك الاولاني ده بيبقى اجمل تيك يعني. الطلعه الاولانيه دي بتبقى اجمل حاجه بسرعه جباره. وحصل حاجه تانية غريبه، ان كان في مطربه يعني زميلتنا اسمها ريما شماس، صوتها حلو جدا وقوي كده زي الفنانه صباح من لبنان الحبيبه، وهي عايشه في كندا يعني. فكنت عامل معاها لحن ديني يعني كنائسي قبل كده، تعاوننا فيه بس ما شفناش بعض. فلما جت مصر هنا تسال عليا الفنانين، فسالت عصام بالمصادفه تعرف ملحن اسمه محمد وحيد؟ قال لها ايوه ده حبيبي، ده معايا النهارده هنسجل غنوه رمضان. قلت طب ممكن اشوفه؟ ولا اتفضلي. فجت معاه فقالت لي انت بتعمل ايه، غنوه رمضان؟ قلت لها اه. قالت لي طب ممكن اغني معاك؟ قلت لها اغنيها كلها. الله. بس دي غنوه يعني. قالت لي ايه يعني، ايه المشكله؟ انا بحب احنا رمضان. واحد. طبعا انا بحب رمضان وعايزه اغني رمضان. ما صباح غنت غنوه رمضان. قلت لها طب خلاص قوليها كلها. قالت لي لا انا عاوز اغني معاك، انت تقول وانا اقول. قلت لها خلاص يلا بينا. فدخلنا فعلا سجلناها، وكانت مفاجاه غريبه جدا. الشاعر مسيحي والملحن مسلم وواحده من والمطربه لبنان زميلتنا فنانه تيجي عشان تقول معانا. شوف المحبه والألفة عامله ازاي. طبعا حلوه قوي فطلعت خلطه فوزيه كده. لا وخلطه حلوه ومظبوطه 100%. فالغنوه جامده. حلوه قوي. طيب هتسمعنا ايه تاني؟ والله في حاجات